لسه راجع من بره بعد ما اتغرقت من الشتاء والجو بقاله يومين كده ساعه، فقمت جبت كسرونه ونزلت عليهم بثلاث معالق زبده وعليهم ثلاث معالق دقيق ولتر لبن، قمت نازل عليهم بالتدريج. انا عارف ان انت وصلت ان احنا بنعمل صوص البشاميل، وعشان نزود التيست بتاعنا نقوم حاطين معلقتين كريمه لباني، واول ما نمكس كل حاجه مع بعض نقوم نازلين برشه ملح وفلفل اسمر وشويه بابريكا وشويه زعتر. اما جوز الطيب ده اختياري مش لازم تحط. فاول ما صوص البشاميل جاهز معانا قمت جايب طاسه ونازل بشويه زيت وشويه بصل كده متقطعين، واول ما يبدا يدبل معانا نقوم نازلين بربع كيلو لحمه مفرومه مع رشه ملح وفلفل اسمر ونفس البهارات اللي احنا حطيناها على البشاميل، ونمكس كل حاجه مع بعض وعليهم معلقتين صلصه، وكده اللحمه جهزت معانا. فباقي دور ان احنا نسلق المكرونه بتاعتنا في ميه سخنه حوالي 10 دقايق. هنقوم مصفين المكرونه بتاعتنا ونازلين بيها ببوله مع رشه ملح ورشه فلفل اسمر وشويه من صوص البشاميل وعليهم ميه من ميه سلق الاندومي، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض وجايبين الطاجن بتاعنا الجميل ونازلين بالمكرونه بتاعتنا وعليهم طبقه لحمه بعدين طبقه مكرونه، وفي الاخر هنقوم نازلين بصوص البشاميل. انا بقى عايزك تجيب جبنه موتزاريلا كده يا معلم عشان تدي طعم وشده جميله. انت كده الدنيا ساقعه واحنا محتاجين سعرات عشان نتدفى. هنقوم مدخلينها الفرن 10 دقايق كده لحد ما ياخد لها لون بسيط كده ولونها يتغير، وبس كده احنا خلصنا. واكتبي تحت في الكومنتات لما انت بتبقى سقعان بتاكل ايه عشان تتدفى. وبس كده، وزي ما انتم عارفين يا لهو على العظمه.